نصيحتي لكل ولي امر او كل شخص عنده ابناء صغار ان يستثمرهم في الخيل. يعني الناس اصبحوا يستخدمون الخيل الفتره الاخيره بانها مجال علاجي. يعني لما يصير عنده ولده مشكله معينه يقول لك انا بروح بعالجها بالخيل. يا اخي لا تنتظر لين يصير عنده مشكله، ابن شخصيته من صغره. يعني لو تلاحظون العيال الصغار ذولا ما شاء الله تبارك الله، هذول العيال الصغار ولا يخافون من الخيل. شوفوا هذه عينات عمرهم 5 سنوات. تبني شخصيته من يوم عاد الطفل، تخليه شجاع ما يخاف، تخلي شخصيته قويه، تخلي عنده اتخاذ القرار. الخيل سبحان الله يعني تعلمك الشجاعه، تعلمك اتخاذ القرارات، لان عندها بنيه عضليه قويه، تصرفات الخيل سريعه، لازم تكون سريع. الخيل من اعظم الاشياء اللي دائما تنمي شخصيه الافراد، دائما رياضه جميله جدا، تحرك مجال عضلي ممتاز ما يحركه الا الخيل، تبني شخصيه الافراد. انا نصيحتي لكل شخص او كل اب لا تترك الفروسيه، ما ان زادت عند ولدك ثقه بالنفس او زادت عنده لياقه او زادت عنده اتخاذ قرار وشخصيه زينه ولا ما راح تضره نهائيا. شكرا لكم جميعا. بورد لي ركبتك وايد بورد. خطني ما قلت بس ما طاح يطلع كونتر. وانت كيف تجربة؟ حلوة طلعت كانتر. برافو عليك.